هنحل مع بعض أسئلة اللي على كورس البايثون على موقع جمالتك. هنبدأ أول حاجة ندخل على الموقع نفسه، ندخل على جوجل نكتب جمالتك، ندخل على الموقع. لازم تكون انت عامل ساين اب، انا مسجل عليه، فهدخل على طول على كورسز. هننزل بعد الكورس ننزل عند البايثون، هنيجي عند الاكسرسايز بي 1. هنيجي عند سؤال رقم 2 ونشوف طلب مننا ايه. السؤال بيقول اكتب برنامج بايثون لطباعة السطرين التاليين: مرحبا جمالتك. المفروض الاوتبوت بتاعنا يكون بالشكل ده، نفس الشكل ده احنا عايزين نطلعه. طيب تعال نحل بقى السؤال مع بعض على موقع بروجرامز. ندخل نبحث عنه، نكتب بروجرامز. قدامك اختيارات ان انت ممكن تدخل على الموقع نفسه او تدور على اللغة على طول اللي انت هتحل بيها. في حالة ان اللغة مش موجودة فاحنا ممكن ندخل على الموقع نفسه اهو اونلاين بايثون، يعني اللغة موجودة فعلا، فيدخل على طول على الكمبيوتر بتاع اللغة. تمام كده دخل معانا عشان يكتب الكود. طيب اول حاجة عايزين نعملها ان احنا عايزين نطبع الكلمتين دول كل واحد على سطر. طيب احنا نعرف ان امر طباعة في بايثون اسمه print، فبالتالي نستخدم امر print وبعدين نفتح القوسين والدبل كوتس دي ونكتب فيها اول امر اللي هو hello او مرحبا. احنا هنكتب hello زي ما موجود معانا في السؤال hello. طيب عايزين بقى نكتب جمالتك على السطر اللي تحت. طيب تعالوا نحاول ان احنا نكتب hello على سطر وجمالتك على سطر تاني بنفس الامر. يعني ننزل تحت كده بعد الدبل كوتس نعمل واحدة كمان ونكتب هنا جمال تك. طيب قبل ما ندوس رن المفروض ان هو الكود ده يطبع لنا هنا hello على سطر وجمالتك على سطر بناء على الشكل اللي انا شايفه قدامي. انا ما اعرفش هو الكود هيطبع ايه. انا اعرف بس بسألك. بناء على الشكل قدامي انا متخيل ان الكود هيطبع hello على سطر وجمالتك على سطر تاني. ولكن الحقيقة ان ده مش الصح. الصح ان انا بستخدم حاجة معينة علشان ادي امر ينزل سطر وبعدين يكمل الكود بتاعه. طيب تعال نجرب ده، ندوس رن ونشوف هيطبع ايه. هيطبعوا لي الاتنين على سطر واحد وكمان لازقين في بعض شكلهم مش حلو. طيب انا بقى لو عايز اخلي هلو على سطر وجمالتك على سطر بعمل ايه؟ تعال نيجي هنا نمسح الدبل كوت دي نرجعه للسطر الاول تاني. بعد هلو انا بستخدم حاجه اسمها باك سلاشين علشان اعرفه ان هو ينفذ الحاجه دي وبعدين ينزل سطر ويكمل الحاجه اللي بعدها. يعني انا هنا قلت له هلو، بعد هلو دي انزل سطر واكتب بقى الحاجه اللي انا هديها لك تاني اللي هي ايه، اللي هي جمال تك. كده هو اخد امر بتنفيذ حاجه معينه اللي هو البرنت الجمله دي، وجوه الجمله انا اديته امر كمان اللي هو الباك سلاشين علشان ينزل سطر. فبالتالي اللي هيطبع معانا حاليا اللي هو على سطر وبعدين ينزل سطر تحت ويكمل بقى جمالتك. دوس رن ونشوف فعلا طبع الله على سطر وجمالتك على سطر تاني. وده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف اتمنى تسيبه في الكومنت، ولو عندك اي اسئله تسيبها في الكومنت.